السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ قبل ما ابدأ الفيديو بس اتمنى اي حد يشوف الفيديو يعني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل اشتراك بس في القناة ويعمل لايك. تمام؟ النهارده هنتكلم عن مشكلة يعني بتواجه ناس كتير جدا جدا جدا، وبالذات الستات، مشكلة الضغط الواطي. طبعا كلنا عارفين ان الضغط الطبيعي 120 على 80. طيب لو جينا في مرة قسنا الضغط لقيناه مثلا واطي عن كده شويه، لقيناه مثلا 90 على 60. طبعا كلنا احنا عارفين ان الانقباضي 120 والانبساطي 80. طب لو قل عن كده لقيناه مثلا 90 على 60، لا كده ضغط واطي، مفيش كلام. اتابع الضغط كتير، يعني اقيس الضغط يعني يوم ويوم كل يوم في عياده كويسه، ويكون جهاز الضغط يكون زئبق، ما يكونش الكتروني او ديجيتال، مش عايزين الحاجات دي. جهاز الضغط يكون زئبق. انا شخصيا بنصح جهاز الضغط ده يكون زئبق. تمام. يعني واول حاجه بحس بيها الضغط الواطي ده ليه مشاكل جامده جدا. اول حاجه انا بحس بيها لو ضغطي واطي، بحس اول حاجه بالدوخه، بحس ان انا دايخ جامد، الدوار، ممكن اقع من طولي، جسمي عرقان جامد ميه، قله التركيز، مش مركز، بحس ان انا الناس اللي حواليا كده مش شايفها، بحس ان انا تايه، في صعوبه في التنفس، الصعوبه في التنفس جامده جدا، بحس ان انا مش قادر اتنفس، بحس ان انا هبطان وجسمي كله اعصابي كلها سايبه. تمام. طيب الضغط الواطي ده بيبقى واطي على طول، ولا الضغط الواطي ده يعني فتره مؤقته؟ مثلا مريت بظروف، انا مش باكل كويس، ما بشربش ميه كويس، بتابع الضغط. لو الضغط دايما واطي عندي، ما اقولش لا ده انا الطبيعي كده وكويس وبسافر وبروح وباجي والشغل تمام، لا، هيجي عليك وقت هتحس ان انت فعلا بتموت لان ضغطك واطي. اول حاجه بعملها بروح للدكتور. تمام. اول حاجه بعملها بروح لاقرب عياده او اقرب دكتور. تمام. يعني ضغط الدم ده دايما واطي عند كل الناس، بيختلف حسب وضعيه الجسم. يعني ساعات يبقى واحد مثلا بيقيس الضغط وهو نايم، بعد شويه يقيسه وهو قاعد، بعد شويه يقيسه مثلا قاعد على كرسي او واقف مثلا. ما ينفعش الضغط يتقاس وانت واقف، الضغط دايما بيتقاس وانت نايم على السرير، او قاعد على السرير قاعده، او مريح، على كرسي مثلا بقيس الضغط. ساعتها الدكتور هو اللي بيقرر اذا كان الضغط ده يعني حاجه مزمنه، او الضغط ده فتره مؤقته وبتروح. طيب الريسك فاكتور بتاعت الضغط دي، الضغط الواطي ده المخاطر بتاعته ايه؟ تمام. اول حاجه الناس اللي سنها فوق ال 65 سنه بيحصل لهم مشاكل جامده جدا. ان سنهم فوق ال 65 اول حاجه بيحسوا بيها، بيحس بانخفاض جامد في الضغط. او تاني حاجه الشلل الرعاش. تالت حاجه الناس اللي عندها السكر. تمام. الناس اللي عندها السكر دايما بتحس انها مش مظبوطه. طيب ايه اللي ممكن اعمله علشان اتفادى كل المخاطر ديت؟ مبدئيا لو ما فيش اعراض بيسببها الضغط ده وهي بتروح لوحدها، خلاص تمام مفيش مشاكل. طيب لو في اعراض لكن ناتجه عن المشكله الثانيه، ساعتها انا بروح للدكتور. الدكتور يعني اول حاجه بيعملها بيقول لي انت ماشي على علاج ضغط؟ اه. طب وريني علاج الضغط كده. لا، علاج الضغط ده احنا هنغيره الميعاد بتاعه، هنخليه مثلا العصر، او مثلا في وسط النهار، او ممكن ندوا بديل، او ممكن نغير له العلاج خالص. وبرده بتابع الضغط، بنشوف الضغط عامل ايه. طيب لو ما فيش اسباب اساسا والضغط دايما واطي، زي ما قلت لكم بروح للدكتور وبغير او بغير المواعيد او بغير العلاج. تمام. وساعتها بعد ما بغير العلاج بشوف الايه، موضوع الضغط ده عامل ايه. تمام. طيب علشان رحت للدكتور وغيرنا العلاج وغيرنا مواعيد الضغط وغيرنا العلاج نفسه وبرضه الضغط واطي، ببدا الدكتور بيشتغل على ايه؟ بيشتغل بقى على حاجات معينه في الجسم. اول حاجه بقول لك ظبط اكلك، ظبط الملح، زود الملح بكميه معينه في الجسم في الاكل، وبرضه تابع ضغطك يوم بعد يوم، شوف ضغطك عامل ايه. لما بزود الملح، تمام، شيء طبيعي الملح هيبقى يعني اكيد بقى حادق سنه، اكيد الضغط هيتظبط. بشرب ميه كتير جدا، اشرب ميه ياما، بلاش امشي والجو حر جامد، او ما اجيش من حر واقعد تحت المروحه او ما اشربش ميه. الميه هي حاجه اساسيه في الجسم. تمام. طيب قلنا نزود الملح بكميات بسيطه، معظم الدكاتره بتقول ما تزودش الملح،
لان الملح دايما بيسموه دايما السم الابيض. بس برضو حسب الدكتور ما يقول لك، او الدكتور بتاع البطنه ما يقول لك. تمام. بعد كده بشرب ميه كتير عشان ما يحصلش جفاف للجسم. الجسم لو حصل له جفاف هيبقى مشكله جامده جدا. تمام. باب الشراب ضيق. الشراب الضيق ده دايما بيرجع الدم فوق للجسم او للقلب. القلب بيضخه للجسم كله، الجسم كله بيشتغل زي ما الدكتور مثلا بتاع او الدكتور بتاع الجراحه او الدكتور بتاع الدوالي يقول لك البس شراب ضيق. تمام. زي ما الدكتور الدوالي بيقول علشان الدم والحاجات دي وكده، بلبس شراب ضيق. تمام. طيب قلنا في حالات الدوالي. طيب حاجات ممنوع اعملها في يومي، يعني حاجات ما ينفعش اعملها علشان ما ينفعش ضغطي ينزل. من الحاجات اللي انا بعملها دي اكيد الضغط بيوطى، انا بساعد الضغط بيوطى في حاجات معينه. طبعا في ناس بتشرب الكحوليات، والكحوليات ديت يعني طبعا حرام شرعا وممنوعه اساسا، بس في ناس بتشربها بكميات جامده جدا جدا. تمام. الحاجه دي ممنوعه نهائيا. او ممكن اكون نايم ونيجي نقف مره واحده، بحس ان بروح للدكتور، والله يا دكتور ده انا كنت نايم وقمت من على السرير مره واحده، دخت ما ركزت، ما عادش مركز، فقدت الوعي وقعت من طولي. والكلام ده بالذات للناس كبار السن، لما تبقى نايم ما تقومش مره واحده، قوم اقعد كده نص قعده 30 ثانيه ونزل رجليك 30 ثانيه وابدا اسند كده او قوم. تمام. هتحس بفرق جامد في الموضوع ده. 30 ثانيه بين القعده والقعده مش اقل من 30 ثانيه. تمام. لما تبقى قاعد في عياده او في بيتك او في شغلك ما تحطش رجل على رجل. تمام. يعني ما تحطش رجل على رجل، وبلاش تبقى قاعد مربع، لان الحاجات دي بتحبس الدم برضو، بتعمل مشكله. تمام. ما بقاش جعان واروح بسرعه اكل مكرونه او اكل رز او اكل بطاطس. الحاجات دي بتنزل الضغط جامد جدا. مش في ناس ساعات تبقى ميته من الجوع وتقول لك ده انا كنت جعان جدا، اكلت، بعد ما اكلت صدعت جامد جدا، حاسس ان انا دايخ، حاسس ان انا عايز ارجع. ليه؟ بتبقى انت جعان، الدم كله يعني لما تبقى انت جعان وتيجي اكل كميه الاكل دي كلها، بتلاقي الدم طالع جاري كله راح المعده علشان يمتص وعلشان يبدا يوزع فبالتالي الدم بيقل في اماكن معينه. تمام. فبنحاول على قد ما نقدروا ان احنا حتى لو اكلنا كميات قليله، وبين يعني مش شرط اشبع حتى لو انا ميت من الجوع، مش شرط. في ناس تقول لك لا طب انا جعان يا عم، انا لازم اكل عشان ورايا شغل، عشان مسافر، عشان ورايا مشوار. لا، قلل من الاكل هترتاح جدا، قلل من الاكل هترتاح جدا، وظبط اكلك وظبط ملحك، اشرب ميه كتير جدا. تمام. الناس الحوامل بالذات، البنات الستات، اشربوا ميه كتير، ظبطي اكلك وظبطي شربك، خدي اي حاجه مقويات. طبعا دكتور النساء كده كده